أهل الكهف معجزة الإيمان. في قديم الزمان عاش ثلاثة فتيان مؤمنين، أمين، ثابت، وكيسان. كانوا يعيشون في مدينة يحكمها ملك ظالم يجبر الناس على عبادة الأصنام. لكن الفتيان الثلاثة رفضوا ذلك وقالوا بقوة وثبات: ربنا رب السماوات والأرض. قرر الفتيان ترك مدينتهم والهرب بإيمانهم. خرجوا سرا في ليلة مظلمة يسيرون بين الجبال بحثا عن مكان آمن لعبادة الله وحده. كانت قلوبهم مليئة بالثقة والتوكل على الخالق. وبينما هم سائرون وجدوا كلبا وفيا يتبعهم. كان هذا الكلب واسمه قطمير يشعر بخطرهم، فقرر أن يكون حارسهم الأمين. لم يطردوه بل رحبوا به كصديق رافقهم في رحلتهم. وصل الفتيان الثلاثة مع صديقهم قطمير إلى كهف واسع ومظلم. دخلوا إليه ليختبئوا من ظلم الملك، فما كان منهم إلا أن دعوا الله أن يرحمهم ويهديهم إلى الرشد. وهنا بدأت المعجزة الأولى. ألقى الله عليهم نوما عميقا وطويلا جدا، 300 سنة و9 سنوات وهم نائمون، لا يشعرون بمرور الزمن ولا يتأثرون بتغير العالم خارج الكهف. هذه هي قدرة الله. ومن عظيم تر الله أن قلبهم يمينا وهم نائمون. لماذا؟ لئلا تتأكل أجسادهم بفعل النوم الطويل. لم يكن هذا نوما عاديا، بل حماية إلهية كاملة لأجسادهم وقلوبهم. أما قطمير فكان جالسا عند مدخل الكهف باسطا ذراعيه على الأرض. كان يبدو وكأنه مستيقظ وحارس، لكنه في الحقيقة كان نائما أيضا. من يراه يظنه حارسا يقظا، فيخاف ولا يجرؤ على الاقتراب. بعد كل هذه المدة استيقظ الفتيان. ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا أو بعض يوم. خرج ثابت ليشتري طعاما، فوجد أن المدينة قد تغيرت تماما، وأن النقود التي يحملها أصبحت قديمة جدا ولا تصلح للشراء. حين عرف قصتهم العجيبة أدركوا أن هذه معجزة عظيمة من الله. لقد حفظ الله هؤلاء المؤمنين وثبتهم، وجعل قصتهم درسا في الإيمان بقدرته العظيمة على إحياء الموتى وعلى حفظ أولئك الذين يختارونه. دعوة للتفكر. تفكروا يا أصدقاء الصغار والكبار في قدرة الله. إذا كان الله قادرا على حفظ فتيان وكلبهم في كهف